أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من بودكاست فضفضة، البودكاست اللي فيه كنهضروا على مشاعرنا، على أفكارنا وعلى الحياة كيفاش نعيشوها بشكل أهدأ وأعمق. كنتمنى تلقاكم هاد الحلقة في أفضل حال. أنا نزهة، واليوم غادي نهضروا على موضوع كيهمنا كاملين اللي هو القلق. علاش كنحسوا به؟ واش ممكن نعيشوا بلا بيه؟ وكيفاش نلقاو شوية ديال الراحة في وسط هاد الزحام ديال الحياة. أولا، شنو هو القلق؟ القلق هو داك الإحساس اللي كيجينا في وسط الراس وفي الصدر، بحال شي حجرة ثقيلة، كنخافوا من شي حاجة مازال ما وقعتش، أو لا كنحسوا أننا ما قادينش نتحكموا في المستقبل. القلق بحد ذاته ماشي عيب، هو رد فعل طبيعي، ولكن المشكل هو ملي كيبدا يتحكم فينا ويخلي حياتنا كلها ضغط وتوتر. علاش كنتقلقوا؟ ممكن يكون السبب مثلا ضغط في الخدمة أو القراية. ثانيا، علاقات سامة. ثالثا، توقعات العالية من النفس أو من الآخرين. رابعا، يقدر يكون السبب من الماضي اللي ما تسالاش أو المستقبل اللي ما بانش، وكنبقاو نلومو راسنا ونضخمو الأحداث ونعطيو قيمة كبيرة لحوايج صغار. دابا كيفاش نقدروا نواجهوا هذا القلق؟ عندي هنايا خطوات عملية باش أننا نقدروا نواجهوا القلق. أول خطوة، ناخذ نفس عميق، نسمعوا لذاتنا، ناخذ لحظة نوقفوا التفكير، ثم نجربوا تمارين تنفس أو تمارين تأمل لمدة 5 دقائق في النهار. ثانيا، ننظموا الوقت ديالنا. أولا، نوجدوا لائحة ديال المهام ونعطيو كل حاجة وقتها بلا ما نحاولوا نديروا كل شيء في نهار واحد. ثالثا، نتواصلوا مع الناس. قد ما وليتي اجتماعي ومنفتح على الآخر، ما كتبقاش بوحدك وكتدردش مع شخص كتثق فيه، والفضفضة كتخلي الإنسان أنه يتواجه مع الآخر. بحال مثلا هذا البودكاست ديالنا نقدروا تاخدوه كعلاج لبعض هذه المشاكل. رابعا، ناخذوا مسافة من الناس أو للحوايج اللي كيزيدوا في التوتر ديالنا. من حقنا أننا نرتاحوا ومن حقنا أننا نقولوا لا. خامسا، نحاولوا نركزوا على اللحظة، نديروا شي نشاط كنبغيوه، نتمشاو، نسمعوا الموسيقى، نتعلموا الرسم، نتعلموا الطبخ، أو أي حاجة كتخلينا نحسوا بنا أو نحسوا براسنا أننا عايشين وكنعيشوا اللحظة ثانية بثانية. وأخيرا، الحياة ماشي سباق، وماشي ضروري تكونوا كاملين ومثاليين باش نكونوا بخير. القلق غادي يجي، ولكن تقدر تكون قوى منه، أو لا خصك تكون قوى منه وتتعلم كيفاش تسمع لراسك بلا ما يتحكم فيك الخوف. شكرا لأنك سمعتي لهذه الحلقة، وما تنساش دير متابعة باش يوصلك الجديد وشاركها مع شخص يمكن يكون محتاج يسمعها. كنت معاكم نزهة في بودكاست فضفضة. ديروا بالكم وفضفضوا مع راسكم شوية كل نهار. خليت لكم الراحة.